أثّر شوية فوز. يعني جا في واحد اللحظة ديال اليوم اللي سمعنا فيه واحد الخبر اللي أثّر شوية على الفريق الوطني المغربي من بعد الإصابة ديال لاعب أمين حارث، واحد من اللاعبين الأساسيين ديال الفريق الوطني المغربي. وهنا غادي نتذكر على بزاف ديال الأمور اللي تنقولوا في كرة القدم ما تيمكنش الإنسان يتحكم فيها. لمّا تنقولوا بأن واحد الفريق غادي يربح والّا غيلعب أدوار ثنائية تنقولوها من باب أنه الأمور ستكون عادية، وصعيب على أنه الأمور تكون عادية بالنسبة لجميع المباريات ديال كرة القدم. ولا بد تيجي واحد الحدث يوقع لواحد الفريق بحال الأحداث اللي تتوقع في المباريات ديال الطرد وديال الإصابة وديال الأخطاء التحكيمية. هاد الأمور حتى واحد ما يتحكم فيها. لما تنجيو تنهضروا على الحظوظ ديال واحد المنتخب تنتخيلوا بأن كل شيء في أمن وأمان، ما كاين حتى مشكل، اللعابة غيلعبوا في مستوى عالي والتحكيم مستوى ديالو مزيان وما يكون لا ظلم ولا حتى شي حاجة، وتنقولوا هذا الفريق هو اللي غادي يربح. في آخر المطاف تفوز. يعني جا في واحد اللحظة ديال اليوم اللي سمعنا فيه واحد الخبر اللي أثّر شوية على الفريق الوطني المغربي من بعد الإصابة ديال لاعب أمين حارث، واحد من اللاعبين الأساسيين ديال الفريق الوطني المغربي. وهنا غادي نتذكر على بزاف ديال الأمور اللي تنقولوا في كرة القدم ما تيمكنش الإنسان يتحكم فيها. لمّا تنقولوا بأن واحد الفريق غادي يربح والّا غيلعب أدوار ثنائية تنقولوها من باب أنه الأمور ستكون عادية، وصعيب على أنه الأمور تكون عادية بالنسبة لجميع المباريات ديال كرة القدم. ولا بد تيجي واحد الحدث يوقع لواحد الفريق بحال الأحداث اللي تتوقع في المباريات ديال الطرد وديال الإصابة وديال الأخطاء التحكيمية. هاد الأمور حتى واحد ما يتحكم فيها. لما تنجيو تنهضروا على الحظوظ ديال واحد المنتخب تنتخيلوا بأن كل شيء في أمن وأمان، ما كاين حتى مشكل، اللعابة غيلعبوا في مستوى عالي والتحكيم مستوى ديالو مزيان وما يكون لا ظلم ولا حتى شي حاجة، وتنقولوا هذا الفريق هو اللي غادي يربح. في آخر المطاف تخرج شي حالات ما تتعلمش بها، واحد يعني تضرب في التدريب والحكم دار خطأ. حنا دابا لاعب مباراة، آخر مباراة باش يلعب أُصيب، اللي خصنا نطمئنوا له بالنسبة للفريق الوطني شنو هو؟ هو لمّا تنسمع مثلًا أناحي حتى هو مقيوس ولكن ماشي حاجة كتيرة، بوفال كذلك حتى هو، أبو خلال، يعني أسماء بحال هذا الشكل هكايا تحس بها قبل انطلاق منافسات كأس العالم، الإنسان تيحس بواحد الإحراج. يعني الإحراج يعني ماشي ما يمكن حتى التعبير ديال الإحراج ماشي في محله، ولكن تحس بأنه تبقى تقول تخوّف، تتخاف. كأس العالم ماشي الوقت اللي غتدخّل فيه لاعب ماشي 100%. ما كاينش اللاعب خص 100% يكون جاهز، ما حاس حتى بشي حاجة. أمّا داك اللاعب اللي غادي يدخل وهو آآ تيتحامل على راسو ممكن نصبر، ما تنخدمش مزيان. والمدرب في مثل هاد الحالات ما تيكونش يتحكم، لأنه يمكن الطبيب هو اللي غايقول بأنه اللاعب راه جاهز، ولكن اللاعب الإحساس ديالو راه إحساس آخر. راه كاين شي أمور اللعاب تيمكن يخبيها على 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 الطبيب. تيمكن اللاعب يبغي يلعب، تيحس يقول نتحامل، ممكن نقدر نصبر، هذه ماشي شي حاجة كتيرة. ولهذا فالوقت اللي تيفصلنا على المباراة ديال نهار 23 نتمنوا أنه اللاعبين، كنت نسمع بأن شي إصابات خفيفة وشي حاجة بحال هذا الشكل هكايا، اللي غادي يبين لينا هو المشاركة في التدريب بشكل جماعي. إلا كانوا تيشاركوا يعني بشكل جماعي الأمور راها محسومة. يعني اللاعبين ممكن أنهم يلعبوا. تيبقى لنا فقط غير أمين حارث منذ لحظات ماشي كبيرة بزاف. خرج واحد البلاغ ديال الطبيب ديال فريق ديال مارساي تيقول بأنه عنده une entorse de ligament croisé ديال الركبة اليسرية، اللي هي التواء في الرباط الصليبي الداخلي. الحمد لله ما كاينش داك القطاع لأنه هو اللي كان خطير، هو اللي فيه 5 شهور والّا 6 شهور ديال الإنسان تيغيب. الآن كاينة واحد الفحوصات باش يقلبوا على داك البروتوكول ديال العلاج، كيفاش غيتعالج.
باش يعني يعني خص واحد التقنيات ديال العلاج. فنتمنوا له الشفاء العاجل، وحتى الاب ديالو دار واحد يعني هذا قدر الله. ولهذا بعد نوبات الانسان ما تعرفش شنو قدر له الله. الان التعويض ديالو هو اللي الواحد غيبقى يجلس يفكر، مش حنا اللي غنفكروا، المدرب اللي غيفكر. المدرب غيفكر شكون هو اللاعب اللي يقدر يكون يعني يأدي الدور اللي غادي يديرو أمين حارث. آآ اللعاب اللي غيجي بلاصة أمين حارث يمكن موجود مع 26. دابا تيخص اللي غيجي اللي غادي يعوّض هذاك اللي غيدخل، لأنه كل لعاب عنده اللي تيعوّضو في اعتقادي. إذًا خاصنا نشوفوا شكون هو اللاعب اللي غتتم المنادات عليه من داك ال5 اللي مسجلين. الاعتبارات هي اعتبارات رياضية صرفة. المدرب غيدير بزاف ديال الأمور اللي غادي يقراها في بالو، وغادي يشوف حتى ممكن يكون داك ردود الفعل اللي صدرات على اللاعبين اللي ما تمتش المنادى عليهم. كاين اللي التزم الصمت، كاين اللي تيتقال بأنه قال، ولكني أنا ما تندخلش لهاد كما كان، ماشي ما تندخلش لهاد المواقع، تنقرا. ولكني ما تمشيش تشوف مثلا اش قال الحدادي، واش قال هذا، ما يعني يمكن ماشي من الجيل ديال هذا ندخل نقلب عليهم شنو قالوا. ولكن الناس اللي مسؤولين غيكونوا عارفين بزاف ديال الحوايج، حيت صعيب على شي واحد يكون عنده رد فعل سلبي بمعنى انه كان تيقلب على المصلحه ديالو، مصلحه الجميع. اللي سمعت انا قريت لانه كان متداول بشكل هو رحيمي، ورحيمي منتظر فيها يقول هذا الكلام. شي واحد اللي غادي يقول شي كلام من غير انه انا لا ما عيطلاش يا المدرب، ما كاين حتى شي مشكل، انا اول المشجعين، هذا هو الكلام اللي تيخصو يتقال ويقولوا اي واحد. ما تنظنش بان شي واحد اللي بغى يكون محترف ماشي يعبر على عدم الرضا ديالو، حتى لا عدم الرضا يكون داخلي ما كاين حتى مشكل، ولكن يدير بحساب بانه الكلام اللي غتقولوا غيشوفوه المغاربه كاملين. وبالتالي هذا الكلام خصو يكون فيه واحد النوع من ماشي حتى الدبلوماسيه، ماشي النفاق، لا ماشي نفاق هذا. كلام يعني الحاجه اللي يمكن تعاون بها. الا ما كتبش واحد اللاعب انه يعاون في داخل الملعب، ويعاون من كرسي الاحتياط، ويعاون كعضو من الاعضاء ديال الفريق، نعاون بواحد جوج كلمات مزيانين تنتمنوا له التوفيق. ما كرهناش يكون مع الفريق الوطني، ولكن هذه اختيارات ديال المدرب، نتمنوا لهم التوفيق على كل حال. بدون شك انه الاختيار غادي يكون بناء على بزاف ديال الاعتبارات. لما يتم الاختيار غادي ندوزو دابا معنا فين صعيب عليه نقول لا ياخذ هذا وياخذ هذا، لانه هما اللي عارفين اللاعبين وعارفين من حسن الحظ انه الخط الامام عندنا فيه مجموعه من اللاعبين. غير نتمنى انه اللاعبين اللي هضرنا عليهم اللي تقال بانهم مصابين، بوفال، ابو خلال، يكون هذا الشيء ديال الاصابه ديال يومين 3 ايام وتنتهي الامور. لانه كاس العالم انا افضل واحد جاهد 100% افضل من واحد لاعب ممتاز ولكني غير جاهز. لانه كاس العالم ما غيطلبش منك ما عدا الا كان عندك شي حسابات ديال انه هذا اللاعب يمكن ما يكونش جاهز في المقابله الاولى، ولكن يكون جاهز في المقابله الثانيه او الثالثه، ولما لا ابعد من ذلك. اذا غنتظروا شكون هو الاسم